هو وعبد الشافي، ويجي يبقى التالت بتاعهم الجزيري اللي هو كان مخنوق من الضغوف اللي مشي ده، ويجي بعديهم السيسي. بعد كده كله بيهجص في الملعب. وبصراحه عشان ما نغفلش حقه الراجل اللي اسمه حسام عبد المجيد، وانت ما فيش اي تواجد، ما فيش اي تواجد خالص. فانا مش عارف يعني انت مثلا قياده فنيه جديده اضرب من ايد من حديد عشان كله خاف. زيزو ما جاش النهارده ولا امام عاشور، اطلعهم، احنا ما حسناش بيهم الشوط الاولاني، اطلعهم بين التايمين. وحتى لو هخسر يا راجل ابدا غير بقى، عايزين نشوف سامسون ده. انت لعبت نضاي، لعبه بقى من الاول. احنا شفنا مصطفى شلبي وشفنا، لا قعد زيزو لاعب نضاي ولاعب مصطفى شلبي، وبعد كده تلاعب ابنك بعد كده. انا مش بقول ابنك يعني إن لا، يعني تلعبه لان هو جدير ان يلعب، مش انت ما بتلعبوش مجامله، لانك انت سواء موجود او مش موجود هو لعيب كويس. بس انا بقول لك جدد في دم الفرقه، ادي دوافع تانية عشان يبقى عندك واحد واثنين وثلاثه.